لبنان بينتخب رئيس لأول مرة من 2022، وحزب الله في أضعف حالاته وبيوجه رسالة واضحة إن نفوذ إيران في لبنان بينهار، وكلام خطير جدا عن حدوث صدام بين القيادة اللبنانية الجديدة وحزب الله وعودة شبح الحرب الأهلية من جديد. ودي مش الحرب الوحيدة اللي بتهدد الشرق الأوسط. إسرائيل بتستعد لحرب مع تركيا، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيعمل اجتماع عاجل بسبب زيادة الخطر التركي. فمين هو أكبر المستفيدين من انتخاب رئيس جديد في لبنان؟ وإيه اللي خلى حزب الله يتراجع ويقبل بتعيين رئيس جديد غصب عنه؟ وهل ممكن تحصل بين حزب الله والجيش اللبناني مواجهة؟ وإيه قصة الحرب بين إسرائيل وتركيا؟ وايه برضو اللي خوف الكيان قوي فجأة كده؟ كل الأسئلة دي هندردش فيها سوا النهاردة. أنا محمد البحراوي، وتعالى نشوف الرابط. واضح ان الهزيمه العسكريه للمحور الايراني في سوريا ولبنان توجت خلاص بهزيمه سياسيه قاسيه جدا لحزب الله في لبنان، ونصر كبير للكتل السياسيه الثانيه المدعومه من السعوديه. حزب الله واللي كان رافض تماما انتخاب رئيس لبناني جديد، وكان كل شويه بيعطل الانتخابات من ساعه اكتوبر 2022، وده وقت ما انتهت فتره ميشيل عون، وقرر فجاه نفس الحزب ده يوافق على انتخاب رئيس لبناني جديد. والرئيس المرة دي يكون هو قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، وهو خامس قائد جيش بيجي على لبنان. طيب ليه انتخاب جوزيف عون يعتبر هزيمة سياسية لحزب الله أصلا؟ زي ما قلت لك، فحزب الله بقاله سنتين عمال يعطل الانتخابات اللبنانية عشان يجيب رئيس جمهورية على هواه، والشخص ده كان اسمه سليمان فرنجية، وهو مقرب جدا من النظام السوري. وعشان كده عطل حزب الله 12 جلسة برلمان لانتخاب الرئيس من 2022. لكن دلوقتي فالوضع اختلف تماما. النظام السوري انهار وسحق تماما، وبشار هرب على موسكو، واسرائيل كبدت حزب الله خسائر عسكريه وسياسيه مهوله، ودمرت الصف القيادي الاول ويمكن كمان الثاني في حزب الله. ده غير انها خلصت له على سياسيين وعسكريين، ودلوقتي حزب الله بقى في موقف لا يحسد عليه، لدرجه ان الرئيس اللبناني الحالي جوزيف عون جاي بمخالفه الدستور اللبناني اساسا، وبتدخل خارجي واضح بحسب اللي نشره موقع اكسيوس. وهنا انا عاوزك تاخد بالك من حاجه، وهي ان الدستور اللبناني بيقول ان قائد الجيش لازم يستقيل من منصبه قبل سنتين على الاقل عشان يسمح بانتخابه في البرلمان. لكن هنا فجوزيف عون هو لسه يا دوبك مستقيل من الجيش، وتاني يوم راحوا انتخبوه في البرلمان. وطبعا ده عمل خناقات كبيره جدا في البرلمان اللبناني، وكلنا شفناها، وشتموا بعض بقى، وكانوا هيقوموا يمسكوا بعض قدام الكاميرات، لكنهم في النهايه صوتوا. والمفاجاه في الجوله الاولى من التصويت، حزب الله وحركه امل عطلوا انتخابات الرئيس برضه مره تانية، وخد جوزيف عون 72 صوت من اصل 128 صوت. بعد التصويت ده الكتل السياسيه خرجوا بره علشان يناقشوا اللي حصل، وهيعملوا جلسه تصويت تانية بعدها بساعتين. ولما رجعوا تاني صوتوا، خد جوزيف الاغلبيه ب 99 صوت. طيب ليه بقى كل ده حصل؟ اشمعنى يعني عطلوا التصويت في اول جوله هنا؟ وبحسب محللين مقربين من حزب الله، دي كانت تعتبر مجرد رساله كده من حزب الله بيقدمها للقوى السياسيه اللبنانيه، وبيقول لهم يعني من الاخر انا لسه قادر اعطل انتخابات الرئيس لو عايز، بس انا هسمح بيها بمزاجي. والدليل الاكبر على كده ان اول شخص دعا لجلسه بيتم فيها انتخابات رئيس كان رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتحالف مع حزب الله في 27 نوفمبر اللي فات، وده كان بعد وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله على طول. طيب ليه بقى حزب الله يوافق اصلا على كده؟ الحقيقه حزب الله في اضعف موقف ليه حاليا، والحرب مع اسرائيل لسه ما وقفتش بشكل كامل، وحزب الله حاليا محتاج اي صوره من صور سياده الدوله علشان يحمي نفسه دوليا، واسرائيل ما ترجعش تضربه تاني بعد الهدنه ما تخلص. ضيف على كده دخول مرحله اعاده الاعمار، واللي لا يمكن دول الخليج تمولها في ظل عدم وجود رئيس في لبنان. وهنا بيجي سؤال مهم، ايه هي صلاحيات الرئيس الجديد اصلا؟ وهل هيقدر ينزع سلاح حزب الله زي ما قال في خطاب التتويج بتاعه؟ الرئيس الجديد يعتبر القائد العام للقوات المسلحة، ويقدر يصدر أمر للجيش اللبناني بفرض السيادة ونزع السلاح الخارج عن الدولة. ضيف على كده كمان إن من ضمن مسؤولياته هو تطبيق القرارات الدولية زي القرار 1701 والقرار 1559، واللي بموجبهم هيتم حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحل جميع الفصائل المسلحة. يعني من الآخر الرئيس اللبناني وعد بنزع سلاح حزب الله
وحاليا معاه الصلاحيات اللي تخليه ينفذ كلامه فعلا. وده دليل على ان المحور الايراني سقط وشكلنا داخلين على تغيير كبير جدا. بس هل ده التغيير الوحيد اللي حصل في الشرق الاوسط؟ الحقيقه هو انه لا، وده لان التوتر بين تركيا واسرائيل زاد بشكل خطير جدا خلال اليومين اللي فاتوا، لدرجه ان احتمال الصدام العسكري بين البلدين عليت جدا. وهنا صحيفه اسرائيل هيوم بتقول ان التحركات التركيه داخل سوريا عامله قلق كبير جدا لاسرائيل، وان الموضوع بقى من اولويات الحكومه. ونقلت اسرائيل هيوم عن مسؤول في حكومه الكيان ما ذكرتش اسمه لحساسيه الموضوع ان التحركات التركيه رفعت من احتمال وجود صدام عنيف جدا بين انقره وتل ابيب. وفعلا في يوم 8 يناير جيش الكيان عمل اجتماع عاجل برئاسه وزير الدفاع يزرائيل كاتس، وده كان بخصوص التطورات مع الجانب التركي. وبتقول جيروزاليم بوست إن الاجتماع ده ضم أهم رجال الدولة زي جدعون ساعر وزير الخارجية وهاريتس هليفي رئيس أركان الجيش، ومعاهم قادة كتير جدا، وإن في اجتماع تاني هيحصل بس برئاسة نتنياهو. وفي أول الاستعدادات للحرب مع تركيا قدمت لجنة ناجل تقرير لنتنياهو بأنه يستعد للحرب مع تركيا، وانه يزود ميزانيه الدفاع ل 15 مليار شيكل سنويا. وفي التقرير ده حطوا توصيات للجيش الاسرائيلي بخصوص الحرب مع تركيا، وطلبوا من الجيش الإسرائيلي إنه يشتري طيارات F-15 وكمان معاها طيارات تزويد بالوقود. وقالوا في تقريرهم إن الجيش الإسرائيلي لازم يقوي منظومة دفاعه أكتر من كده، لأن حرب مع تركيا مش هتكون مماثلة لحرب مع حزب الله والحوثي، واللي أثبتت وقتها الدفاعات الإسرائيلية قدامهم فشل كبير. ثالث وصية قالتها ناجل هو بناء حاجز أمني على طول وادي الأردن، لأن المنطقة دي ممكن تمثل خطر كبير جدا على إسرائيل. هتقولي أيوة، يعني إيه هي لجنة ناجل دي وايه هي صفتها عشان تبعت تقرير زي ده لنتنياهو؟ هنا خلينا افهمك. لجنة ناجل دي هي لجنة تم تشكيلها في عام 2023 بغرض تقديم توصيات لوزارة الدفاع الإسرائيلية بخصوص المخاطر اللي ممكن تواجه الكيان. طيب برضو بيجي هنا سؤال تاني، ليه القلق ده كله من تركيا؟ يعني ايه اللي حصل لكل ده؟ بص يا سيدي، على الرغم من خروج إيران من سوريا وتدمير حزب الله وبالتالي انهيار المحور الشيعي، إلا إن الدخول التركي في سوريا خلى في قلق، أو قادة إسرائيل قلقانين من الموضوع ده، وكمان خايفين من نشأة محور سني في سوريا. ولو تفتكر ففي سبتمبر 2024 خرج أردوغان وقال لازم يكون في تحالف إسلامي لردع المشروع التوسعي لإسرائيل. خد بالك إن مقترح أردوغان وقتها كان بيقول إنه هيعمل محور يجابه به إسرائيل مكون من مصر وتركيا ولبنان، بس وقتها كانت سوريا تحت حكم بشار واللي علاقته مع تركيا كانت سيئة جدا، ومصر علاقتها يدوب بدأت تتحسن مع أنقرة مؤخرا، وحزب الله كان لسه واقف على حيله، وبالتالي وقتها كان المحور الإيراني لسه بخير، فالكلام اتاخد على إنه حاجة كده للاستهلاك الإعلامي. لكن وبعد سقوط بشار وصعود جبهة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع للسلطة، الوضع اختلف تماما وإسرائيل بدأت فعلا إنها تخاف. طيب هل التخوف ده جاي من اتجاه واحد؟ الصراحة إنه لا. تركيا كمان أعلنت أكتر من مرة إن إسرائيل بتمثل خطر كبير جدا عليها، لدرجة إن في مايو اللي فات ده خرج أردوغان وقال إن الكيان مجرد ما يخلص حربه على غزة هيروح على تركيا على طول، وإن حماس اللي في غزة دي هي بتدافع عن أنقرة وغزة مع بعض. وأعلنت تركيا ساعتها إنها وقفت كل أشكال التجارة مع إسرائيل، وقالت إن القرار ده هيفضل ساري لحد ما الحرب على غزة تقف، وإن المساعدات تدخل من غير أي عوائق. وقالت رابطة المصدرين الرئيسيين في تركيا إن التجارة مع تركيا انخفضت بنسبة 99% عشان توصل ل 4.4 مليون دولار بعد ما كانت وصلت قبل الحرب ل 6.8 مليار دولار بحسب اللي نشرته بلومبيرج. ولكن هنا إسرائيل هيوم نشرت تقرير النهارده الصبح غريب جدا الحقيقه، بتقول فيه انه ما يغركوش يا جماعه اللي حصل او اللي اردوغان بيقوله وبيعملوا ده. التجاره بين اردوغان واسرائيل زي الفل بس من تحت الترابيزه. وبتقول هيوم ان التجاره كده كده ما كانش ينفع تقف اصلا لانها مهمه جدا للاقتصاد الاسرائيلي، وده لان في 2022 تركيا هي كانت اكبر ثالث مصدر لاسرائيل بعد امريكا والصين. وبحسب إسرائيل هيوم فالتجارة بينهم وصل حجمها ل 10 مليار دولار. وعشان كده فدايما الكلام العدائي اللي بيخرج من تركيا تجاه إسرائيل محدش بياخده على محمل الجد. ولكن هل التهديد الإسرائيلي لتركيا هيكون في شنك هو كمان، ولا فعلا ممكن تقوم بينهم حرب تحرق الشرق الأوسط كله؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات وما تنساش اللايك، كالعادة شير الأرض.